اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. جايه لكم النهارده بطريقة شوي سمك بجد جميلة جدا، بتتبيلة روعة. اول مرة هتشوفوها، بجد حلوة قوي، هتعجبكم. بصوا كده الجمال والحلاوة، بجد حلوة قوي. هنخش بقى كده على التنظيف بقى. هنجيب بقى من اول التنظيف يا حبايب قلبي لغاية شوية السمك، وهنمشي واحدة واحدة وبوريكم كده الجمال. السمك بجد تحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال والطعم؟ يلا نخش على الفيديو ونسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب كده بقى، فضيت السمك اللي معايا كله كده في قلب الحوض او في الطبق اللي معايا. بفتح بقى السمكية من فوق كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهوت. انا مسرعه الفيديو حبايب قلبي عشان خاطر ما يبقاش الفيديو طويل عليكم، بس هوريكم بقى طريقه التنظيف كده جميله جدا. بننضف كل القلب بتاع السمك كله كده زي ما انتم شايفين. اي حاجه كده بتبقى معصلجه معانا بنجيبها بالسكينه وبالفرشه، وبنخلي اللحم السمكايه جميل جدا من اي حاجه في قلبها زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بصوا كده الجمال. بوريكم كده برضو كده اي حاجة بقى سمار ولا اي حاجة بتدينا زفارة للسمك، لازم ننضفها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. همشي بقى وانضف السمك كله بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. حلو قوي. لو هتجيبوها يا حبايب قلبي من عند بتاع السمك او المطاعم، بيبقاش طبعا بالنظافة والجمال ده. اي حاجه هتعملوها بقى في بيتكم بتبقى جميله ونظيفه طبعا. السمكيه المكرونه ديت كملي الميزانه بيها. انا كنت جايبه بقى كده برضو سمك بولتي، هوريه لكم بقى وبنضفه لكم كده بطريقه برضو حلوه كده. جميل جدا. بصوا كده. السمكه تفلت معايا وهوب وقعت مني، معلش حصل خير. هنكمل برضو، نفتحها برضو كده من القلب كده وبالراحه وانتي بتعملي كده، وبرده بالفرشة كده، واجيب اي حاجة في قلبها وهخلي السمكاية فلة. جميلة جدا. بصوا كده. اهم حاجة يا حبايب قلبي نظافة السمك وغسيله، بيدينا طعم برضو، بيفرق برضو، مبيبقاش فيه اي زفارة خالص زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. خلصت كده بقى التتبيلة بقى اللي هي هتبل بيها السمك كله. كزبرة مع كمون زي ما انتوا شايفين كده، انا عاملاه حصى، والثوم وشوية خضار، البقدونس والفلفل والملح. دقيتهم كده حبايب قلبي في الهون. عاملة فتحات كده في السمكية كده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. انا هحط بقى التحديقة ديت الجميلة او التتبيلة ديت زي ما انتوا شايفين كده. بتدي بقى، انا هعمل بقى هحشي برضو كده السمك اللي هو اللي انا هشويه. هيدينا بقى، يديله حدق كده عقبال ما اجهز الخلطة بتاعته، بيديله طعم جميل جدا. جربوها بقى بالطريقة ديت هتعجبكم جدا. هحشي بقى من الكمية اللي معايا كلها يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. سمك البلطي طبعا هيتقلي. السمك ده هنشويه، بتبله برضو ياخد الحدق كده قبل ما نعمل له الخلطة بتاعته اللي احنا هنشويها بيها. وهعمل السمك زي ما انتوا شايفين كله كده. كده حبايب قلبي خلصت كله كده، هركنه بقى على جنب ونجيب بقى ال- الخلطة كلها. بوريكم كده انا شبعته كده بالتتبيلة كلها. هنجهز بقى الخلطة بقى او التتبيلة بتاعت السمك المشوي. معايا بقى التوابل مشكلة: فلفل، بابريكا، ملح، بصل، فلفل الوان، طماطم متقطعة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. معايا ربع فنجان من الخل. معايا طبعا ليمون، انا معايا هريسة شطة حسب الرغبة حبايب قلبي، مش موجودة خلاص، او اللي حابب يحطها يا حبايب قلبي، او مش حابب خلاص مش مشكلة. انا هنضرب بقى كل ده مع بعضه في قلب الخلاط. انا مش هحط توم تاني عشان انا حاطه في التتبيله الاولانيه توم يا حبيب قلبي.
لو انتوا مش هتعملوها بالتتبيله الاولانيه لازم تحطوا توم في قلب وهقوم بقى جايبه معايا شويه خضار اللي هو البقدونس، هكون مجهزاها، هقوم مقلباه برضو في قلب الخلطه ديت، بس بعد ما تتضرب في الخلاط وتكون جهزت معانا. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، انا كده جهزتها معانا وحطيت الخضار. انا قطعت بقى في قاع الصينيه كده جزر وبصل وخضار كده. البقدونس بتدينا طعم حلو قوي بشويه بقى التوابل اللي احنا حطيناها، اللي هي توابل مشكله مع الملح مع الخضار اللي حطيناه في قاع الصينيه. وهدهن بقى السمكيه زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، جميل جدا. هرص بقى الكميه كلها اللي معايا بنفس الطريقه كده حبايب قلبي، زي ما انا بوزع كده الخليط كله في قلب السمكيه. لازم اشبع السمكيه كلها حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. بقوم بقى حاطه بقى على الخضار ده حبايب قلبي شويه زيت كده عشان ما تلزقش بقى في قاع الصينيه. وبعد ما احط بقى الخليط كله في قلب السمك، هرش على الصواني بتاعتي على الوش زيت برضو، تدينا لها لمعه كده وطعم برضو حلو. هنزل بقى الخلطه كلها على السمك كله كده. خلاص حبايب قلبي، كان ساعتها بقى الفرن بتاعنا شغال يسخن معانا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. حطيت انا الزيت بقى على الوش كده، جميل جدا. خلصت الكمية كلها وهندخلها الفرن، هوريهولك وهو في الفرن. كنت عاملة طواجن برضو حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. الله على الجمال، خلص بألف هنا والشفا. بصوا كده بقى النتيجة بقى النهائية. طبعا مش السمك كله، هتقولوا هو ده السمك كله، لا مش طبعا، حسب ما كان بقى ايه الحاجة اللي خلصت معايا. حبيت بقى انجز معاكم واصور بقى اللي طلع معايا كده. خلاص بألف هنا والشفا بجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.